هنعمل الكريب في البيت زي المطاعم بأسهل طريقة، مش هياخد مننا أكتر من 5 دقايق. نعمل مع بعض 5 كريبات، حاجة سريعة وحاجة نضيفة. شايفين شكل الكريب عامل ازاي؟ ما شاء الله. هيبقى سهل وبسيط معانا خالص. بس لو أول مرة تشوفوني انزل اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنحتاج معانا الخلاط بتاعنا. لو هنعمل مثلا 5 كريب، هنحط له مثلا 2 مية، كده 3، ادي 4، ادي كده 5 كوبايتين من دول بمقدار كوباية، يعني هنحط كمان الكوباية الستة، يبقى حطينا 4 لبن و2 مية. دول مقدارهم بالظبط بالكوباية. 2 حليب و1 مية. هيحتاجوا معانا دقيق نفس الكمية. هنحط لهم 3 معالق من السكر، رشة ملح ومعلقة فانيليا. طبعا هما تقريبا المقدار بتاعهم 3 كوبايات، منهم 2 حليب ومنهم 1 مية. هيحتاجوا معانا قد ايه؟ هيحتاجوا معانا 3 كوبايات من الدقيق، يعني دول 6 كوبايات صغيرين بمقدار 3 كوبايات اللي هم حجم الدقيق. وهنا بعد ما خلطتهم كويس في الخلاط هنزل عليهم ب4 5 معالق من الزيت، واضرب فيهم كمان ضربة. اهم حاجة يكونوا معايا ناعمين، ما يكونوش مخرزين خالص، ميكونش فيهم اي تخريزة. شايفين؟ ميبقاش الدقيق مخرز معايا نهائي. هو ده القوام اللي انا محتاجه. يعني الكوباية بمعنى اصح بتحتاج معايا كوباية، بس انا بدل ما اعمل الكمية كلها حليب حبيت اعمله لكم اقتصاد، ما يبقاش يعني ايه غالي عليكم قوي. واللي حابب يعمل الكمية كلها حليب هيحتاج ايه؟ مثلا 3 كوبايات من الحليب عليهم 3 كوبايات من الدقيق. وهنا لو عندنا خشبة زي دي ممكن نعمل بيها، ما كانش في الطاسة بتاعتنا خلاص هنميلها شوية على اليمين وشوية على الشمال، خلاص اللقمة هتتفرد معايا. واللي عنده خشبة زي دي هيعمل بيها ازاي؟ الخشبة دي بنتعامل بيها كأننا ماسكين برجل في ايدينا. فاكرين انت فكرة البرجل بتاعة المدارس؟ هي نفس الفكرة بالظبط. حتى لو تبصوا للعصاية تلاقي نفس فكرة البرجل بالظبط. هنا هنسيبه على الجنب ده دقيقة وعلى الجنب التاني دقيقة. وبعد كده ما نسوي ال5 لقمات طبعا هنرجع نوريكم ازاي هنبدأ نفرد العيش ونبدأ ننزل فيه. ده عيش كريب طبعا، هنفرده ازاي ونحط عليه الجبنة بتاعته والمكونات بتاعته بكل سهولة. ممكن نعمله في البيت، مش هياخد مننا وقت نهائي، وممكن يفضل ينفع معانا غدا، ينفع معانا عشاء. طبعا الناس كلها بتحب الكريبات. هنا ده البانيه بتاعي طبعا بعد ما قليته في الزيت. طبعا قليته طبعا مش محتاجة ان انا اجيبها لكم في فيديو عشان ما نطولش عليكم. هنقطعه بالشكل ده زي المطاعم بالظبط، شرايح كده. واللي حابب يقطعه بالعرض بعد ما قطعناه بالطول ممكن يقطعه. هنا الكريب بتاعنا هيتقسم كده نصين، هنحط واحد الجنب ده وواحد الجنب ده، نفس فكرة المطاعم ونفس الصاجة بتاعة المطاعم بالظبط اللي بتحط على عيش كريب. هنفرد شوية من الجبنة الموزاريلا. طبعا اللي حابب يحط فلفل، طماطم، زيتون زي ما انتوا حابين. هنحط فلفل وطماطم بس مش هنحط زيتون. وبعد كده هنحط الشرايح بتاعتنا بتاعت البانيه، شوية هنا وشوية هنا. وأهم حاجة عندي النار بتاعتي ما تكونش عالية، تكون متوسطة، ده أفضل حاجة بحيث الرغيف بتاعي يستوي معايا وفي نفس الوقت ما يتحرقش مني. شوية من المايونيز وعليهم شوية من الكاتشب. طبعا عندي باربيكيو ولكن الباربيكيو مش حابه أحطه مع الكريبات. وهنا اللقمتين التانيين ركنتهم على جنب بس شوية لغاية لما أعمل الاتنين التانيين أو ال3 التانيين. أنا هنعمل مع بعض 5. طب أنا لقمة الكريب بتحتاج معايا كام كوباية؟ كل رغيف عيش من كريب بيحتاج معايا كوباية. يعني أنا مثلا لو هعمل مثلا 5 عيش كريب هحتاج معايا إيه؟ 2.5 سايل و2.5 دقيق. إيه ال2.5 سايل؟ أنت بقى وهواك، ممكن تعمل 2.5 سايل ده، ممكن تعملهم مية بس، ممكن تعملهم حليب بس، ممكن تعملهم حليب على مية. ولكن أنا اديتك الفكرة وأنت طبق زي ما أنت عايز. الفكرة إيه؟ الفكرة اللي كمية الدقيق هي نفس كمية المادة السائلة بالظبط، سواء حليب سواء مية سواء مية على حليب. كده يبقى أنا سهلت عليك المهمة خالص. بحيث إيه أهم حاجة في القصة؟ المقادير إزاي إن أنا طبعا طبقنا أول 2 ودول الباقيين الاتنين تانيين.
أنا سهّلت عليك الفكرة بحيث إن أنت لمّا تحب تعمل شايفين الجبنة بعد ما ساحت ما شاء الله عاملة إزاي؟ ده الخامس بتاعنا الأخير. ليه باسهّل عليك الفكرة؟ عشان أنت لمّا تبقى مثلًا عايز تعمل